كل يوم بنحتار نعمل أكل إيه. عاوزين نعمل مع بعض أكلة اقتصادية تكون كويسة كده ومفيدة لأولادنا. طبعا كلنا عارفين غلو الأسعار اللي احنا فيها، وكتير مننا ما عدناش بنعمل الكفتة وما عدناش بنجيب الفراخ ولا اللحمة. لا، تعالوا نعمل من ربع كيلو لحمة مفرومة. هنعمل شوية كفتة بالصلصة جميلة جدا، وحاجة هتفيد أولادك ومغذية ومفيش أي حاجات مضرة فيها. هتجيبي لو معاكي ربع كيلو لحمة مفرومة، وهنعمل بيهم كفتة صلصة وجنبها رز، وأكلة جميلة جدا وهتكفي العيلة بتاعتك كلها. يلا نشوف مقادير الكفتة بالصلصة بتاعتي الجميلة الموفرة ديت، وهنعملها وهنكتر الكمية ديت ازاي. أكلة جميلة بجد ومشبعة جدا والطعم خطير. يلا نتوكل على الله ونسمي الله كده وندخل على مطبخنا، ولازم قبل ما تدخلي تسمي الله، والحاجة هتبارك وهتبقى زي الفل معاكي. معاك ربع كيلو لحمه مفرومه، وحسب الكميه لو انت معاك نص كيلو لحمه مفرومه هتكتري الكميه شويه. انا عشان كانت عندي بقى كميه واخواتي عندي كترت بنص كيلو لحمه مفرومه. بصلتين، حزمتين بقدونس على شبت على كزبره، كام فص توم، واحده فلفل اخضر. تعال ناخد بقى كوبايه رز مطحون. دي طبعا دي اللي هتزود لك الكميه بتاعتك، وهتعمليها كانك بتعملي كفته الرز الكتيره. هي المفروض بتحطي رز اكتر، بس انا مرضيش اكتر رز كتير. يعني على نص لحمه مفرومه هتحط عليها كوبايه رز مطحون. ملح، فلفل، كمون، كزبره، 7 بهارات. شوفوا المقادير جميله ازاي. هتضاعف لك الكميه بتاعتك بقى، واللحمه المفرومه دي هتلاقيها بقت كتيره جدا معاكي. هنحط بقى المقادير كلها على اللحمه المفرومه ونعجن كويس قوي، وهنرجع نفرمها تاني. اول حاجه هنفرمها البصل مع الفلفل مع الثوم، نفرمهم ناعم قوي قوي. وبعد كده نحط الخضره، البقدونس والشبت والكزبره، ونفرمهم قوي. عارفين كاننا بنعمل كفته جمبري، اللي هي الكبيبه والكفته البورسعيدي بقى، اللي احنا بنعمل كل الخضره مع الثوم مع البصل، كانك بتعملي كده بس مع اللحمه المفرومه. الطعم خطير جدا. هنحط الرز بقى والبهارات على اللحمه، ونحط عليهم البصل والثوم والفلفل والخضرة. وتعالوا نحط معلقتين نشا ومعلقة بيكنج باودر عشان تبقى هشة وجميلة معانا. معلقتين نشا كبار على الكمية نص لحمة مفرومة، وهنحط معلقة بيكنج باودر كبيرة. لو عندك بقى ربع اللحمة المفرومة بتقللي الكمية شوية، وهيعمل لك الربع لحمة مفروم ده هيعمل لك حوالي 4 أو 5 أفراد. لكن دي الكمية عندي بقت كتيرة جدا ما شاء الله. اعجني بقى كويس. شوفي العجينة والخضرة فيها لونها جميل ازاي. تيجي بقى تشكلي وتعملي الكور، نبقى نحط ايدينا في شوية زيت صغيرين عشان ما تلزقش. هنسيبها شوية كده محطوطة معجونة لوحدها عقبال ما نعمل الصلصة بتاعتي اللي هنحط فيها الكفتة. بصلة مفرومة هنقليها كده في شوية زيت مع سمنة، ونحط معلقة توم مفروم، ونحمرهم مع بعض. مجرد ما ريحة التوم تطلع مع البصل هننزل بعصير الطماطم والصلصة. عاوزين اللون البصلة مع التوم اللون الذهبي الحلو ده، مش هنغمقها. ننزل بقى بعصير الطماطم. عصير الطماطم اهم حاجة بنصفيه، ما بحبش التفل بتاع الطماطم خالص. اي حاجة بنعملها بالطماطم بنصفيها. وهنسيبها تتسبك بقى شوية كده، ونحط التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل، 7 بهارات، ومعلقة سكر عشان تعادل الحموضة بتاعت الصلصة. كده خلاص. انا كنت حاطة البهارات بتاعتي في الكفتة، مش عاوزة اكتر بهارات كتيرة في الصلصة. تعال بقى نشكل الكفتة. شوف الكمية، ولسه كمان بكمل. تعملي كور على حسب انت عاوزاه هتنفش منك، ما تكبريش الكور قوي. الكور ديت بتعمليها وسط صغيره عشان البيكنج باودر اللي فيها هيخليها تنفش، والنشا بيمتص السوائل ما بيخليهاش تكش خالص. تعال بقى نرش رشه نشا صغيره كده، وناخد النشا اللي بنحطه ده، النشا او الدقيق. احنا ساعات كنت بعملها بدقيق، المره دي عملتها بنشا والنتيجه هايله جدا. يعني زي عفرتها كده بالنشا بتاعي. وطاسه بقى فيها زيت سخن، وننزل بالكفته بتاعتي كده. ضمنت الكفتايه زي ما هي، ولا هتكش منك ولا هتصغر خالص. هتلاقي بالعكس الكفتايه كبرت. صغرها على قد ما تقدري، هتلاقي الكفتايه بتكبر معاكي. القطعه كبرت ونفشت معاكي.
مش بتبقى مكتومة خالص، بتبقى متهوية كده، وتقطم قطمة الكفتة بتبقى خطيرة من جوه. حمرنا الكمية بتاعتنا بقى كلها، نحمر ونقلبها على كل جنب لغاية ما تاخد لون، نقلبها على الجنب التاني. شايفين منظرها؟ ولا فكت ولا اي شيء. شوفوا متماسكة جميلة ازاي، ريحتها بقى تجنن. يا خرابي على الريحة وجمالها، عسل اهو. اتحمرت على كل جنب زي ما انتوا شايفين كده. الصلصة بتاعتي طبعا على النار بتتسبك كده وريحتها قلب الدنيا. هنشيل من الزيت كده خلاص، هنخلص الكمية بتاعتي كلها، ويلا على الصلصة السخنة. ننزل على طول الكفتة بتاعتي في الصلصة. في ناس كتيرة بتعملها بس بكمية الرز اكتر، بتبقى كفتة رز، لكن انا حطيت كمية رز صغيرة عشان تحس بطعم اللحمة المفرومة فيها. تاكلي لحمة بجد، مش هتحس بطعم الرز خالص. كوباية الرز دي مش هتحس بطعم خالص. والكمية بتاعتك اتضاعفت عشان الحاجات اللي احنا حطيناها والخضرة والبصل. نحط الكفتة بقى في الصلصة كده تتسبك، مش هتاخد نص ساعة سوا، بتكون حاطة الرز بتاعك بقى مستوي. اعملي رز بالشعرية او رز ابيض، شوفوا بالتكتك بقى وجميلة، والصلصة تقلت لونها يجنن، خطيرة. ودي أكلة التوفير بتاعتك. لو نفسك في اللحمة هتعمليها بالطريقة دي وهتأكلي عيلتك كلها. ما شاء الله على جمالها ولونها الخطير. وقدميها وبألف هنا وعافية. ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.